اهلا بيكم، معاكم زين في فلوج جديد. النهارده هنروح على هرم زوسر وهرم سقارة، وهنروح على عاصمة مصر زمان مدينة منف. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل فولو وتسيب لايك عشان تدعمني، ويلا بينا نبدأ الفلوج. هلا يا شباب، اعتقد النهارده هيكون يوم في حاجات كتير يعني تتعمل، ان شاء الله يكون يوم لطيف لذيذ. يلا تعالوا معايا. ركبت الباص وكان في دكتور بيشرح عن اللي احنا هنعمله هناك. بعد كده وصلت متحف 100 رهينة. احنا حاليا في متحف 100 رهينة. المتحف دوت بيضم حاجات اثريه كتير، وخلينا ناخد لفه سريعه يعني كده عن الحوار اللي بيحصل هنا. اللي ورايا حاليا دوت تمثال رمسيس الثاني. عرفنا ازاي ان هو رمسيس الثاني؟ الفراعنه يعني عشان يقولوا ان ده رمسيس الثاني كتبوا حاجات على الجنب التمثال بما معناه ان ده الملك رمسيس. واللي ورايا ده حاليا ده المفروض ان هو تابوت كان محطوط فيه مومياء، او ممكن يكونوا لقوه من غير مومياء زي اللي حصل في النهب وكده. الدكتور بيشرح لك كل حاجه وبيعرف يقرا هيروغليفي لغه المصريين القدماء، يعني بيترجم كل حرف او كل صوره، لان الهيروغليفي ديت صور، فبيترجم كل صوره على اي لوحه حرفيا. وده شيء جامد جدا ان انت ليترلي تعرف تقرا لغه ناس كتبوها من 6000 سنه. واو، ما كانش يعرف. ففي تمثال زي ابو الهول بس للملكه حتشبسوت. انا عارف ان انتوا هتقولوا ازاي دي حتشبسوت، بس ديت الملكه حتشبسوت فور ريل على هيئه ابو الهول. انا اول مره اشوف بصراحه التمثال دوت، والدكتور شرحه لنا ان ده تمثال حتشبسوت، فدي حاجه جميله قوي بصراحه. التمثال اللي ورايا دوت واكبر تمثال شفته في حياتي حرفيا. تمثال كبير جدا لدرجه ان انت عشان تشوفه لازم تطلع الدور الثاني عشان تعرف هو كبير قد ايه. التمثال دوت لرمسيس الثاني، او رجليه مبتوره، تحس يعني رجليه مكسوره مش مبتوره، فاهمين؟ بس حرفيا التمثال كبير لدرجه انا مش متخيلها حرفيا يعني. بعد كده ركبنا الباص ورحنا على هرم زوسر في منطقه سقاره. دي مجموعة كاملة لأقدم مجموعة جنائزية موجودة. هو ما فيش كلام يتقال عن العظمه اللي ورا دي، ما يفرقش عن اهرامات الجيزه في حاجه حرفيا. هنا حاسس ان الدنيا نضيفه اكتر، الناس اللي شغاله هنا ناس طيبه جدا ولطيفه قوي، ودي حاجه مفرحاني. اوحش حاجه هنا اوعى تيجي في الحر، لان درجه الحراره هنا حرفيا بتصلخ. اوكي، وعند هرم سقاره اكتشف ان في مقبره، وانا حاليا نازل المقبره دي. الملك زوسر مدفون في الهرم ده، كان مدفون يعني في الهرم دوت، وانا داخل حاليا المقبره بتاعته. الجوده مش احسن حاجه، بس انا حرفيا جوه الهرم حرفيا، مش متخيل الحوار ده. وده حاليا المقبره من تحت، حرفيا هي تحت خالص. كان مدفون الملك زوسر، ودوت الهرم من فوق. انا معرفش هم عملوا كده زمان ازاي، بجد حاجه في قمه الروعه يعني. اوكي، ودي كانت كل حاجه عن هرم سقاره. احنا رايحين عند هرم تاني، وبدات ان يكون في جمال ورانا. اسمه ايه ده بقى؟ رمسس. الجمل اغراني بصراحه فخدت لفه مع رمسس. تجربة ان انت تركب جمل في وسط الصحراء شيء جميل جدا، فبتمنى ان انتوا تجربوه في يوم من الايام. بعد ما خلصت رحلة الجمل نزلت مقبرة الملك أوناس. المقبرة من جوه مليانة اشكال، وفي الحيطة الملك أوناس بيظهر 3D لما تنور الكشاف من على الجنب. والحجر ده اسمه حجر الألاباستر او المرمر، ودي كانت حاجة مذهلة للغاية بجد. بعدها ركبنا الباص ورحنا على مكان تاني. تخيلوا معايا انا في مكان فيه كمية مقابر للعجول مفيش بني ادم يتصورها، مصنوعة من الجرانيت. مش عارف اوصلها لكم ازاي، بس كمية توابيت للعجول لانها كانت بتتقدم كقربان، فبالنسبه لهم كانوا يعتبروها آلهة في منطقه سقاره اللي هي منف عاصمه مصر زمان. وفي حاجات لسه مش مستكشفه، يعني احنا لو كملنا الحفر هنلاقي في كذا مقبره للعجول قدام، وانا قاعد مذهول مش متخيل ان في انسان يقدر يعمل حاجه زي كده بصراحه. مش طبيعي يا اخوان. اوكي، احنا في مقبرة الملك تي، وهنا كانوا بيدوه القرابين برضو. المقبرة حرفيا
مليانة، ولما بتيجي تتكلم بتحس بصدى صوت رهيب، بتتكلم بإيكو غريب، حاجة غريبة جدا. في رسومات في كل الحيطة يعني بتوثق إن الملك كان بيعمل إيه زمان. في زي باب وهمي عشان لما يعني دي مقبرة الملك، طول وانت ماشي في المقبرة تلاقي دايما رسومات على الحيطة توضح الملك كان عايش زمان ازاي. اوكي احنا نازلين عند المقبرة الحقيقية بتاعت تي. انا شامم ريحة موت حرفيا، يعني تحس ان في جثة موجودة يعني. ودي كانت مقبرة الملك تي. هي مقبرة يعني غريبة تحت الارض. دايما المقابر بيكون فيها حاجة غريبة وريحة غريبة، بتحس بشعور غريب عموما يعني. وبعد كده رحنا استراحة ولعبنا شطرنج وبعديها روحنا. وبس كده، ده كان فلوج النهارده. ما تنساش تسيب لايك وشير وسبسكرايب على اي منصة انت تتفرج منها، وتسيب كومنت للفيديو. كان معاك زين، سلام.